كل اسبوع بنرصد اهم الفرص في البورصه المصريه، بنشوف ايه الاسهم اللي تستحق المتابعه واللي ممكن يكون فيها فرص نمو في الاسبوع الحالي، ونشوف اسعار الذهب الحاليه ونشوف هل هي مثلا في وقت مناسب للشراء ولا لا. مش هنقول توصيات استثماريه، بس هقول لك تحليل الاسبوع من وجهه نظري. انا ياسين ودي سلسله رادار ياسين. يلا نشوف الفرص اللي ممكن تكون مستنيانا الاسبوع ده. اول حاجه هنعملها هنحاول نحلل اسعار الذهب. واول حاجه بحب اعملها وانا بحلل الرسم البياني بتاع الذهب ان انا ابص بنظره عامه كده او اوسع التشارت واشوف من تايم فريم واسع، او اشوف السعر من وجهه نظر بعيده شويه زي اللي انا فاتحها دلوقتي. وهنا بلاقي طبعا ان بعد الهبوط الكبير اللي حصل في اخر يناير 2026 تقريبا السعر في الترند هابط، ولحد دلوقتي لسه في ترند هابط. لكن الملحوظ ان في منطقه دعم قويه جدا الذهب وصل لها وما قدرش يكسرها من الناحيه الفنيه، والمنطقه دي تقريبا اللي هي عند 4000 دولار للأوقية. وهنا ممكن تلاقي ان السعر عمل نماذج فنيه زي الدبل بوتوم او التريبل بوتوم كمان، اللي هو القاع المزدوج، يعني بيبقى تقريبا بيوصل لنقطه معينه ما بيقدرش يكسرها، بيعمل دعم قوي عندها وبعدين بينطلق من النقطه دي. وطبعا الانطلاق اللي حصل في اسعار الذهب من النقطه دي اعتقد ليه سبب كبير قوي، والهبوط برضو اللي حصل ليه سبب. في البداية الهبوط الكبير اللي حصل في يناير كان غالبا بسبب أوراق الذهب. يعني ببساطة الذهب العالمي اللي موجود في العالم أقل بكتير قوي من الذهب اللي بيتم التداول عليه، لأن في ناس بتشتري بحسابات بالهامش أو بالمارجن وبرافع مالية أو ليفرج، فده بيؤدي ان في سيوله كبيره قوي بتبقى موجوده في الذهب. فاللي حصل في يناير ان كان في ناس استثمارات تانية عندها بتخسر، زي هبوط العملات الرقميه او زي هبوط اسهم التكنولوجيا، فده خلى الناس كلها تحاول انها تلاقي سيوله من مكان معين. فالسيوله دي هتلاقيه في مكان ايه غير الذهب، فكل الناس بدات تبيع ذهبها، والناس هنا اقصد المستثمرين الكبار، وبداوا ان هم يشتروا الاصول التانية عشان يحافظوا على الهامش بتاعهم، او عشان الصفقات بتاعتهم ما تتقفلش عليهم او البروكر ما يقفلش عليهم الصفقه. ممكن نبقى نشرح حته الشراء على الهامش دي في وقت تاني، لكن دلوقتي خلينا نشوف سعر الذهب دلوقتي ممكن يعمل ايه. طبعا الصعود اللي حصل ده كان سببه ان التوترات بتاعت ايران وامريكا هديت شويه، لان في معادله كده بسيطه، لما التضخم بيزيد البنك الفيدرالي بيحاول ان هو يعلي الفايده، فلما يعلي الفايده فالدولار هيزيد فالذهب هيقل، فكلها علاقه سببيه ببعض. التضخم بيزيد امتى؟ لما سعر البترول بيزيد، لان البترول او النفط لما سعره بيزيد كل السلع وكل الخدمات وكل النقل البحري في العالم كله بيزيد. فالتوترات دي خلت ان التضخم او توقعات التضخم تفضل عاليه. فبمجرد ما في بوادر كده من صحف ومجلات زي بلومبرج بدات تقول ان بدا التوصل لاتفاق حقيقي يحصل ما بين ايران وامريكا، ساعتها على طول كل الحاجات دي اتقلبت، ان توقعات التضخم انخفضت، وبالتالي توقعات ان الفيدرالي يرفع الفايده انخفضت، فبالتالي البترول سعره نزل، وعلى طول الذهب عمل الرياكشن اللي احنا شايفينه هنا ده. وهو لما صعد في يوم واحد من 4070 دولار للأوقية لحد 4260 دولار للأوقية، يعني تقريبا طلع 200 دولار للأوقية في يوم واحد. طيب الذهب عمل الطلعة القوية دي تقريبا يوم 5 أغسطس، يعني من حوالي 10 أيام. ولو بصيت على الرسم البياني بتاع الذهب هتلاقيه بدأ إن هو يعمل نوعا ما من التراجع، وهتلاقي ان شمعة امبارح او اليوم اللي فات كانت الى حد ما شمعة ابتلاعية هابطة او انجلفنج كاندل لتحت. فهي ممكن تكون يعني نموذج من نماذج الانعكاس، ان السعر ممكن يعمل انعكاس طفيف من النقطة الحالية. وكمان في شمعة قبلها بيومين اللي هي الانفيرتد هامر او الهامر المقلوب دي، ودي برضو بتكون اشارة ان السعر احتمال ينعكس. طب ممكن ينعكس او يعمل تصحيح لحد فين؟ وهل اصلا الترند الهابط بتاع الذهب انتهى؟ من وجهة نظري انا شايف ان الذهب في الوقت الحالي ممكن يكون الى حد ما اكتفى من الهبوطات اللي بتحصل دي، وبرضه الوضع في الاول وفي الاخر بيعتمد على قرار الفيدرالي، لان الذهب قصاد الدولار متسعرين ببعض بشكل كبير. لكن كده كده الطلب على الذهب بيكون كبير قوي من البنوك المركزيه ومن الافراد ومن المستثمرين، عشان كده انا شايف ان الذهب احتمال يكون في بدايه ترند صاعد جديد. خلينا ننزل بقى التايم فريم شويه ونحاول ان احنا نشوف تايم فريم اقل شويه زي تايم فريم الاربع ساعات. انا هفضل سايب المقاومه اللي موجوده او الدعم اللي موجود ده محافظ عليه، وهستعين بمستويات فيبوناتشي اللي تقريبا الصعود كان من النقط دي لحد اعلى نقط هنا. فعشان الصعود كان قوي وبدا ان هو يرتد، اعتقد ان سعر الذهب احتمال يرتد من منطقه من الثلاث مناطق الخاصين بفيبوناتشي هنا. يعني ممكن
يعني ممكن يرتد اما من هنا من عند سعر تقريبا 2000 او 4285 او 4234، ودي اكتر حاجه برجحها، او 40 اللي هي المستويات اللي هنا، وبعد كده 4185 المستويات اللي تحت هنا. لكن انا شايف ان المستوى ده هو الاقرب ان هو يكون موجود. بعدها الارتفاع هيوصله تاني للمستوى ده اللي هي 4400، وده ممكن يكون هدف اول. احتمال الذهب بقى يوصل ل 4600 بعد كده، و4800 او حتى 5000. طب في الوقت الحالي اشتري ذهب ولا ما اشتريش ذهب؟ طبعا انا كده كده مش هقول لك توصيه استثماريه اعمل ايه بالظبط، لان اكيد انا او اي محلل موجود مش هيبقى عارف بنسبه 100% السوق بيروح لفين. بس افضل حاجه تعملها ان انت تعمل الدولار كوست افريج، او انك تشتري على فترات. يعني لو معاك 10000 جنيه مثلا او اكتر او اقل عايز تشتري بيهم ذهب، بلاش تشتريهم عند سعر واحد او عند نقطه واحده، حاول تشتريهم على فترات. يعني قسمهم مثلا مره كل شهر او مره كل اسبوعين عشان تبقى ضامن انك واخد افريج كده او متوسط للسوق. وبرضه ممكن لو المنصه اللي بتستثمر عليها في الذهب، او حتى لو بتشتري ذهب بشكل ما، حاول تعمل الليميت اوردرز او تشتري بسعر محدد، وانت تحدد السعر عشان ما تسيبش نفسك كده لحركه السوق او الحركه السعريه. وده ممكن تعمله في الذهب او في الاسهم. خلينا بقى نشوف الاسهم اللي تحت الرادار الاسبوع ده. اول سهم معانا هو سهم شركه العربيه للاسمنت، والسهم ده لو جينا بصينا عليه كده، خلينا نشوف تايم فريم واسع الاول زي ما احنا متعودين، اللي هو بنشوف من سكوب واسع او نظره واسعه شويه. هتلاقي ان السهم ده كان ماشي في اتجاه صاعد، لكنه نوعا ما صاعد بس في نفس الوقت عرضي كده. يعني كان في منطقه مقاومه قويه للسهم ده تقريبا عند 58 او 59. يعني ممكن نعتبر المنطقه دي كانت منطقة مقاومة السعر بيحترمها، لحد ما كسرها يوم 9 أغسطس بشمعة كبيرة قوي. ولما كسر منطقة 59 ده وصل لحد 92، يعني سعر السهم ده وصل ل 92 جنيه. لكن لما وصل هنا بدأ يحصل هبوط عنيف جدا ونزل لحد مستويات ال70 مرة تانية. يعني حط في دماغك كده ان في ناس اشترت السهم ده او حصلت صفقة عند سعر ال 92، والسعر بالفعل وصل ل 92. يعني حد باع وحد اشترى عند السعر ده، وبعد كده نزل قوي لحد ما وصل للسبعينات. يعني اللي اشترى من هنا تقريبا خسر حوالي 20% من قيمه الصفقه بتاعته، او 25% من قيمه الصفقه بتاعته. طبعا ده معناه ان السهم ده فيه نوع كبير قوي من المخاطره. بس خلينا نشوف تايم فريم بقى اصغر شويه، زي مثلا تايم فريم الساعه، ونشوف كل ساعه حصل ايه. هتلاقي ان بعد الصعود الكبير هنا بدا يحصل ارتدادات، ونوعا ما في منطقه دعم عند ال 71. هو السعر دلوقتي 74، لكن السهم ده يعني في حجم تداول كبير، وممكن نشوف ده من مؤشر الفوليوم. بالفعل هتلاقي حصل حجم تداول كبير، خصوصا لما السهم وصل ل 92 ونزل تاني لحد 70، فهو عمل حركة عنيفة جدا في المنطقة دي. طيب ايه افضل حاجة تعملها مع السهم ده؟ هل مثلا تشتري السهم ده دلوقتي؟ هل تستنى وقت تاني؟ احنا قلنا كده كده الموضوع مش شكل توصية استثمارية، احنا بنعمل بس مجرد تحليل. بس هناخد تاني مستويات فيبوناتشي للريتريسمنت، وهتلاقي ان السهم دلوقتي عشان عمل طلوع قوي جدا وعمل تصحيح برضو، ووصل لمناطق الفيبوناتشي المتوسطة اللي هي ما بين ال 61% وال 50%، وهو فعلا بيلعب في المنطقة دي. فهو السهم على المدى الطويل ممكن يوصل تاني لمناطق ال 92 جنيه. لكن خلي بالك السهم ده هيبقى في المضاربة خطر شوية. بس لو انا شايف مثلا ان في مستهدف معين للسهم ده، فانا شايف ان هو ممكن يوصل تاني لمستويات ال 79 او ال 80. لكن برضه في نفس الوقت انا شايف ان السهم ده خطر. السهم بقى التاني اللي انا مش شايفه خطر وبيحقق يعني فرص نمو، وصندوق كبير زي صندوق يعني الصندوق السيادي النرويجي، اللي هو اكبر صندوق سيادي استثماري في العالم كله. واللي ما يعرفش الصندوق السيادي النرويجي ده، هو صندوق كده النرويج بتحط فيه فلوس وبتستثمرها للاجيال اللي جايه. عظيمه يا نرويج، حاجه جامده قوي والله. تخيل مصر كده يبقى عندها صندوق سيادي زي الصندوق السيادي النرويجي كده، وناخد من ايراداتنا اللي هي دلوقتي مش مكفيانا ونحوش منها للاجيال اللي جايه. علم حلو قوي. المهم ان السهم اللي النرويجيين بيستثمروا فيه في مصر ده هو شركه اي فاينانس. وشركه اي فاينانس دي يعني عامله نتائج كويسه جدا. لو جيت تشوف مثلا اخر مده معينه، هتلاقي عامله نتائج الى حد ما رهيبه. القوائم الماليه بتاعت الشركه ممتازه، وكمان فرص النمو بتاعتها برضو كبيره. وعلى المدى المتوسط والمدى الطويل هي في اتجاه صاعد قوي جدا. هي طبعا دلوقتي في منطقه عاليه جدا ليها، وممكن تكون الشركه دي الى حد ما هو سعرها دلوقتي حوالي 24 جنيه او 24 جنيه و10 قروش.
فهي في سعر اوريدي عالي جدا، بس هي في سعر عالي جدا وفي نفس الوقت الطلب عليها برضو عالي وفرص نمو الشركه دي كبير. عشان كده انا حاطط الشركه دي تاني شركه ممكن احطها تحت الرادار الاسبوع ده. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه رادار ياسين الاسبوع ده. بس لو عايز تفضل متابع الفرص اللي احنا بنشاركها، حاول دايما تكون موجود في المجتمع بتاعنا على واتساب، هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. وتابعني عشان تشوف حلقه الاسبوع الجاي. اكتب لي في التعليقات لو عايز تحلل سهم معين. باي.